بكده خلصنا سنن الذهاب إلى المسجد. ندخل على سنن في الصلاة. ركن القيام. رقم 1 السترة. أي حاجز كده يتحط قدامك يمنع اللي معدي إنه يمشي في مكان صلاتك. وسنة تانية ترد أي حد يقتحم مكان صلاتك. من السنة التسوق قبل الصلاة. وقت القيام ترفع إيدك في تكبيرة الإحرام وتكون صوابع إيدك ممدودة وتكون في مستوى ودنك. من السنة إنك تحط إيدك اليمين على الشمال وتربط بايدك اليمين على ايدك الشمال او على دراعك الشمال. من السنة انك تبدأ صلاتك بدعاء الاستفتاح، ودي امثلة اختار منها دعاء يبقى سهل على لسانك. ومن السنن الاستعاذة والبسملة والتأميم مع الامام. ومن السنن في اول ركعتين في الصلاة الجهرية انك تبدأ سورة بعد الفاتحة. خلصنا ركن القيام، ندخل على ركن الركوع. الايدين على الركبتين وتمسك فيهم جامد وصوابعك تكون متفرقة. من السنة إن ظهرك يكون مفرود ومساوي، ما يكونش مقوس أو فيه تقويس، وراسك لا تكون مرفوعة ولا مدلدلة، تكون في معدل مظبوط كده، دراعاتك تكون خارجة عن جنبك، بس لو هتأذي اللي بيصلي جنبك تكون في وضع جسمك بس. من السنة تقول الأذكار اللي وردت في الركوع، وده طبعا بعد ما تقول سبحان ربي العظيم 3 مرات، ودي من أمثلة الأذكار. نيجي للركن الرفع من الركوع. من السنة انك تطول لما ترفع من الركوع، مش اللي هو سمع الله لمن حمده الله اكبر، لا، اتقل كده واتمعن في الذكر اللي هتقوله بعد ربنا ولك الحمد، عشان في كتير. حتى بص كده سنن الرفع من الركوع ضن. ندخل على سنن السجود. اولهم هي المجافاة، يعني وانت ساجد لا تضم نفسك ولا تفترش، وضع جسمك يكون طبيعي كده، واهم حاجه ما تلزقش كوعك في فخدك. تاني سنه في السجود هي اتجاه اطرافك تكون ناحيه القبله، صوابعك كلها تكون متوجهه ناحيه القبله. تالت سنه في السجود هي انك تقول الاذكار اللي كان بيقولها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي دي. من السنة برضو انك تطول في السجود وانت بتدعي. ندخل على سنن بين الجلستين. اولهم انك تفرش رجلك الشمال وتقعد عليها، وتوقف رجلك اليمين تخليها قائمة كده. ومن السنة انك تطول في الركن ده. وبرضو من السنة انك ترتاح قبل ما تقوم للركعة اللي بعدها، يعني ممكن نقول عليها استراحة خفيفة. تفرش رجلك الشمال من غير ما تقعد عليها وتنصب اليمين. من السنة انك تغير وضع ايدك في التشهد، مرة تحطها على فخدك ومرة تحطها على ركبتك. ومن السنة انك تغير وضع صوابعك في التشهد. الوضع الاول انك تضم صوابع ايدك والسبابة بس هي اللي تبقى موجهة للقبلة، والوضع الثاني انك تتني الخنصر والبنصر والابهام يربط مع الوسط، وتوجه السبابة ناحية القبلة. من السنة انك تنوع في صيغة التشهد. هو يعتبر كلنا بنقول كده: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أو ممكن نقول التحيات والمباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي، ونكمل طبيعي. من السنة التورك في التشهد لما تكون صلاة رباعية أو ثلاثية، ودي كذا صورة للتورك. من السنة إننا نستعيذ من 4 بعد التشهد: عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وشر المسيح الدجال. ومن السنة قول الأذكار المشروعة بعد الصلاة اللي هي دي، ويفضل إنك تعلي صوتك. كده سنن الصلاة تمام، وبكده وقت الفجر برضو تمام. ندخل على ثالث وقت وهو وقت الضحى. وقت الضحى بيكون بعد طلوع الشمس بربع ساعة وقبل صلاة الظهر ب10 دقايق. أما أفضل وقت لصلاة الضحى هو الوقت اللي فيه أشد درجة حرارة للشمس، وده بيكون قبل الظهر ب10 دقايق تقريبا. وفضل صلاة الضحى إنها صلاة الأوابين اللي بيرجعوا لربنا دايما، ومن أفضلها برضو إن الملائكة بتحضرها معاك. عدد ركعات صلاة الضحى ممكن يبقى 4 2 و2، ولو حابب تزود زود. خلص وقت الضحى، ندخل على السريع في وقت الظهر. الأمر الأول في وقت الظهر هي السنة القبلية والبعدية، واللي بيكونوا 4 قبل الصلاة و4 بعدها. الأمر الثاني تطويل الركعة الأولى من صلاة الظهر. خلص وقت الظهر، بينا على وقت العصر. مش هنتكلم كتير في وقت العصر، بس ممكن نقول النافلة اللي قبل صلاة العصر وردت في أحاديث ضعيفة، والأرجح إنها ما وردتش عن النبي إنه كان بيصلي ركعتين سنة قبل العصر. ممكن نقول من سنن وقت العصر أذكار الصباح والمساء. خلص وقت العصر، سريع سريع ندخل على وقت المغرب. في 4 أمور. أولهم كف الصبيان، يعني الصبيان يفضلوا في البيت عشان ده وقت خروج الشياطين. الأمر الثاني إغلاق الأبواب وذكر اسم الله تعالى، وده لنفس السبب الأولاني.
الأمر الثالث صلاة ركعتين قبل المغرب. والأمر الرابع وهو مهم، النوم قبل العشاء مكروه. ندخل على السابع وقت وهو الأخير، وقت العشاء. النبي في وقت العشاء كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. من السنة تأخير صلاة العشاء لنص الليل أو تلته. من السنة قراءة سورة الإخلاص كل ليلة. ندخل على آخر سنة موقوتة وهي سنن النوم. سريعا كده، لما تيجي تنام تطفي النور وتقفل الأبواب. الوضوء قبل النوم من السنة، وإنك تنفض السرير قبل ما تنام عليه من السنة. هتنام على جنبك اليمين وتحط إيدك تحت راسك، تقرأ أذكار النوم اللي من الكتاب، آية الكرسي، آخر آيتين من سورة البقرة، سورة الإخلاص والمعوذتين، والنفخ بيهم في إيدك والمسح بيها 3 مرات على جسمك على حسب ما تطول إيدك. قراءة سورة الكافرون. في سنن تانية في هيئة أدعية وهي دي. بكده خلصنا كل السنن الموقوتة اللي هي ليها أوقاتها يعني. يبقى فاضل لنا السنن الغير موقوتة، يعني السنن العامة واللي ملهاش مواعيد محددة. يلا بسم الله، هنقول الأول هما إيه وبعدين نفصل كل سنة بتفصيلها. هنتكلم عن سنن في الطعام، وسنن في السلام واللقاء والمجالسة، وسنن في اللباس والزينة، وسنن في العطاس والتآوب، وسنن تانية يومية.